السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في يوم من أيام مصر، في ذكرى صد مصر وتحديدا مدن القناة، بورسعيد الباسلة والسويس أرض النضال والإسماعيلية أرض المستقبل. صد الهجوم الثلاثي على مصر بقواه الغاشمة الآثمة بزعامة إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، لترتد سهامهم في نحرهم بفضل من عند الله وبجسارة خير أجناد الأرض وخير شعوبه قاطبة، أهل رباط مصر، أهل القناة. كل عام أنتم في عزة ونصر وكرامة. أعزائي، في مقتبل الساعة الإخبارية الإسكندرية اليوم من شاشة الخامسة، شاشة الإسكندرية، نوافيكم بتطلعات المصريين وتقييمهم لعام مضى، فما هي إلا أيام قليلة ونلتقي بعام جديد هو 2015، فنودع 2014 الآن مع جردة الحساب التي ترصد لها الزميل خالد الشافعي في شوارع وميادين الإسكندرية، مستطلعا رأي المواطن في عام يوشك أن يمضي. نتابع ومن بعدها نلتقي والنشرة الإخبارية الرئيسية بلغتها العربية. نتابع أولا خالد الشافعي وجردة حساب 2014. كاميرا قناة الإسكندرية تتابع وترصد آراء المواطنين في الشارع السكندري حول أهم أمنياتهم للعام الجديد وأهم الأحداث التي مضت في العام الماضي، نتعرف عليها من خلال لقاءاتنا في الشارع. تعرف مجدي محمود. أستاذ مجدي، أهم الأحداث اللي أثرت فيك السنة دي، ونفسك تشوف مصر إزاي وفي السنة القادمة بإذن الله؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نتمنى مصر تكون احسن بكتير من الاول. تمام، احنا كان هدفنا الاول ان احنا بس نشيل النظام السابق مبارك واعوانه. تمام، والحمد لله قدرنا نشيل، بس ما قدرناش نغير على يعني اللي كنا بنريده، الثوره 25 يناير والشباب والكلام ده كله. تمام، فجالنا طبعا نظام الاخوان، طبعا الحمد لله برضه قدرنا برضه ان احنا يعني نغير. تمام، الاخوان والكلام ده كله، فجالنا السيسي. ده كان امنياتنا السيسي من الاول خالص، كنا نتمنى السيسي ان هو يجي لنا من الاول خالص، بس هو الحمد لله في الاول فاكر ان هو جالنا. واحنا يعني عشان نغير احنا مصر، مش السيسي اللي غيرها، احنا نتمنى من كل شعب مصر باكمله في الخارج قبل الداخل. تمام، ان احنا نلتف حوالين السيسي وفعلا نقدر نغير مصر بلدنا. انت شايف مصر اللي جايه نفسك تشوفها ازاي؟ يعني ان شاء الله احنا بنتمنى ان خير. تمام، نتمنى خير باذن الله اولا. تمام، فاتمنى اشوف مصر يعني احسن بكتير، الدنيا زي ما بيقولوا، ان يكون الناس يكون عندها اخلاق شويه، الناس تعرف يعني ايه كبير ايه صغير، الدين بتاعها ايا كان الدين، مسيحي مسلم، ربنا منزل يعني ايه حته الاخلاق ايا كان الدين. فهو ده اللي نفسي فيه مش اكتر. ولا تشوف مصر ازاي؟ يعني انت خلاص فاضل ايام بسيطه وممكن نستقبل عام 2015، نفسك تشوف فيها مصر ازاي؟ نفسي اشوف مصر برضه زي ما قلت لك، ان الناس كلها يكون عندها اخلاق زي ما كانت في الاول في البدايه، ما بعيد عن بره مسلم ومسيحي، لان احنا عمرنا ما كان في مسلم ومسيحي هنا في البلد دي. بس نفسي الناس يكون في حاجه اسمها اخلاق، ما تدورش على الفلوس، يعني مش ان انا اسعى حاجه فيها فلوس على حساب صاحبي على حساب الدين، لا، يكون في الاخلاق. الاخلاق اهم حاجه في الدنيا. والله انا نفسي اشوف البلد في وضع احسن، الوضع يتغير وفي خير يقدمه ربنا للبلد بعد الثلاث سنين اللي احنا شفناهم كده كتير قوي. بلد مش مستقره خالص، مفيش اي حاجه تبشر بخير، بس ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. اهم الاحداث اللي اثرت فيك العام ده، احنا خلاص فاضل ايام وبنستقبل 2015، اهم الاحداث اللي اثرت فيك وتتمنى ان هي تتحسن والدوله تهتم بيها في 2015؟ والله انا بالنسبه لي من اهم الاحداث اللي هي حصلت في 2014 ان في ناس كتير قوي ماتت ودم المصري بقى رخيص قوي. اتمنى ان هو ما يحصلش اي حاجه تاني ودم المصري يرجع غالي زي الاول، والبلد ان شاء الله باذن الله تبقى احسن من الاول بكتير. اتمنى طبعا ان البلد كلها تبقى كويسه والشباب يبقى كويس ويخف من المخدرات اللي هم بيشربوها دي. يعني البلد اتملت شباب واقفين على النواصي وبيع مخدرات. اتمنى الحكومه طبعا تاخد بالها من الحكايه دي، ان هي عشان الشباب يخف ويعملوا ناتج عن البطاله مثلا في وجهه نظر حضرتك؟ طبعا في بطاله كتيره جدا، يعني كل الشباب متخرجين من الجامعه وكليات، يعني
كتير جدا متخرجين وقاعدين مش عارفين يعملوا مشاريع، يعني مش عارفين يعملوا مشاريع، يشتغلوا ازاي، يروحوا فين، يجوا منين. ما فيش طبعا في البلد شغل، يعني حتى اللي بيطلب شغل بيطلب حاجات معينة، مواصفات معينة كلام من ده. فالشاب يعمل ايه؟ حرام، ما بيلاقيش حاجة قدامه. طبعا صحابه والشلة بتاعته والبلطجة واللبخ ده اللي موجود في البلد بيساعدوا على ان هو يتعاطى بقى بكمية كبيرة كمان، وما يعرفش يخف، خلاص انتهينا راح. ف يعني اتمنى طبعا الشباب دي كلها تبص نظرة مستقبل كويسة، على اساس يعملوا لهم بيت، يعملوا لهم مستقبل، يعملوا لهم اسرة كويسة. ما هم يتمنوا كده واحنا نتمنى كده، اهاليهم وجيرانهم واصحابهم والكلام من ده كله يعني. والله نتمنى ان البلد تبقى حلوة والبلد تهدى وتبقى كويسة، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونبقى احسن من اللي فات. دي اهم حاجة عندي. اهم الاحداث اللي اثرت فيك في 2014؟ الاحداث اللي بتاثر اللي هي الحاجات بتاعت الارهابيين اللي بيعملوها وان احنا على طول بنعيط، يعني على طول بنعيط، كل يوم موت، كل يوم حزن، كل يوم. عايزين بقى السنه الجايه ما يبقاش كده كل يوم فرح، بقى كل يوم فرح، ننسوا الحزن شويه. اهم الموضوعات اللي تضعها امام المسؤولين التنفيذيين ويهتموا بيها من وجهه نظرك في 2015 وبتدي دفعه للبلد ايه؟ هي البلد، يبصوا للبلد، يبصوا للفقير بقى في البلد، يبصوا للناس اللي بقى لها 30 40 سنه مش لاقيه وتعبانه، يبصوا للناس دي. الناس الكبيره خلاص معاها ومبسوطه، احنا عايزين الصغيرين بقى، الناس الصغيره هي اللي تعيش وتتبسط في 2015، بحيث ان احنا وقفنا البلد على رجليها والشعب وقف. نشوف الشعب ده بقى عايز ايه، مش كده ولا ايه؟ الشعب يمكن قام بثورتين ووقف وطالب بحقوقه يعني. بالظبط كده، فعايزين نديله الحقوق دي بقى، ولا يعمل ثوره ثالثه؟ ما مش معقوله كل يوم والتاني ثوره، احنا خلاص بقى يعني عايزين الشعب قام بثورتين، عايز حقوق، عايز كرامه، عايز يعيش، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يدخل عياله مدارس، عايز يعلم عياله، دي ابسط حقوقه يعني. فعايزين كده يعني. بقى نفسك في ايه في 2015؟ انا ان شاء الله هنجح في الكليه انت لسه ما دخلتش كليه، هتنجح في كليه مدرسه بقى. في المدرسه وانا هبقى شاطر في كل حاجه في المدرسه. طب انت عايز نفسك تشوف البلد عامله ازاي، مصر عامله ازاي السنه دي؟ انا دلوقتي عايزه كل البلد تبقى كويسه، عشان هي الارهابيين كانوا بيموتوا الناس. مش عايز تشوف ده بقى في 2015؟ ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الإخبارية الرئيسية بلغتها العربية وفيها: في إطار العلاقات المصرية الصينية والتي يرجع تاريخها في عصرها الحديث إلى 60 عاما، وقع الرئيسان المصري والصيني بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لنظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة مصر في أقرب وقت، معربا عن شكره العميق لكرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذان حظي به سيادته منذ وطأت قدماه الأراضي الصينية، مؤكدا على عمق الروابط المصرية الصينية عبر التاريخ الطويل. وخلال لقائه برجال الأعمال بمنتدى الأعمال الصيني المصري لطريق الحرير الجديد، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بأن مصر ستكون ركيزة أساسية في مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإحياء طريق الحرير، قائلا إن مشروع قناة السويس الجديدة سيكون له أهمية كبيرة في هذه المبادرة، وأشار إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات الخارجية، ولكنها تتطلب في الشركات المستثمرة في مصر أن تتوفر لها أمور أساسية، هي
القدرة على إنجاز الأعمال بسرعة وبكفاءة عالية لعمل المشروعات الضخمة. لقد أتيت حاملا رسالة واضحة من شعب مصر الذي قام بثورته في غضون 3 سنوات ليستعيد بلاده وليواجه ثورته في الاتجاه الصحيح. يدعوكم هذا الشعب المصري الآن في شراكة جادة وتعاون الدولات تدعيم جهوده من أجل تحقيق التنمية التي تسعى. فمنذ أن استقر التوافق على خريطة المستقبل في مصر لتحقيق الاستقرار السياسي ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر، تم تنظيم الاستفتاح الدستور الجديد في يناير 2014 وتم عقد الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 وذلك بمشاركة شعبية واسعة النطاق وفي ظل أجواء من النزاهة والشفافية أشاد بها المجتمع الدولي. وهي الاستعدادات توشك على انتهاء عقد الانتخابات التشريعية وبها تنتهي استحقاقات خريطة المستقبل وتستكمل الدولة مؤسساتها. هذا وقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برؤساء الجامعات ومراكز الأبحاث الصينية، حيث قام رئيس جامعة بكين بزيارة لرئيس السيسي في مقر إقامته، معربا عن تعميق العلاقات المصرية الصينية ودفع التعاون الثنائي ما بين الجانبين. وأضاف أن حرص الرئيس السيسي على لقاء رؤساء الجامعات الصينية وخبراء التعليم يشير إلى اهتمامه بالتعليم وبإعداد الكفاءات المصرية. وأكد رئيس جامعة بكين على أن التجارب الناجحة للتعاون مع جامعة قناة السويس المصرية في تطوير معهد كونفوشيوس وقناة النيل للتعليم العالي يعتبر هو النافذة التي تمكن المصريين من تعلم اللغة الصينية والاطلاع على الثقافات الصينية المتعددة. وقد أوضح الرئيس السيسي في كلمته مع رؤساء الجامعات الصينية على اهتمامه بدفع التعاون في مجال التعليم وزيادة المنح الصينية للطلاب المصريين. تصير تقدم من الجامعات لها مراكز في مصر كل هذا جميل، لكن انا شايف ان هو مش كفايه خالص. ده عدد قليل جدا لمكان توفره ومركز الصين في العالم في نفوس مصر، لكن انا بدعوكم في مؤتمر من دعوكم ذكرت ان هو هيتعمل مباشر خلال سنه واتنين ان شاء الله في المستقبل، ان احنا يكون المؤتمر ده مبادره رسميه مصريه لتعاون اكثر كتير من وزاره خلال اللقاء اللي فيه. دعت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة دعت الشابات من بنات مصر من عمر 25 إلى 35 عاما اللائي ترين في أنفسهن القدرة على العمل السياسي والتعبير عن مشاكل أبناء دوائرهن، دعتهن إلى الترشح ودخول البرلمان، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على استعداد لدعمهن ودفع المبالغ الخاصة بتأمين الدخول والترشح للمرأة للانتخابات في حالة عدم الاستطاعة لدفع هذا التأمين القانوني. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بنادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية تحت عنوان دعم المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة. عقد المؤتمر بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، وبحضور لفيف من السيدات ومن رجال الاهتمام بالسياسة من مختلف محافظات مصر ومن رائدات العمل السياسي من بنات مصر.
خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الآداب جامعة دمنهور، تحدث فيها فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الذي أكد على أهمية الفهم الصحيح لوسطية الإسلام، وذلك هو الفهم القائم على العلم والمنهج القائم على الرحمة والإحسان بالإنسان والحيوان والنبات وحتى الجماد، حيث أن الكون كله يتفاعل مع حقيقة الإيمان. كما أضاف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على ضرورة أن نفهم ونعي صحيح النصوص بعيدا عن الخلط ما بين حرية رأي وتعبير يقدسها الإسلام وما بين التشدد الذي يسيء للإسلام وللدين وللإنسانية. كما قام فضيلته بالرد على تساؤلات الحضور، مؤكدا على أهمية الاجتهاد وبناء الشخصية والعقل ملءا بالقيم والأخلاق والمبادئ السامية. وخلال اللقاء أكد اللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة على أهمية الترابط ما بين الطلاب والأساتذة في الجامعة بهدف إنتاج جيل يستحق هذا الوطن وتستحقه مصر بفهم واع مستنير بقدرة على قيادة مصر المستقبل عبر التحديات. كما استعرض محافظ البحيرة جهود المحافظة التنموية التي تتم في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة. شهد الندوة الأستاذ الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. في محافظة مطروح قام اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح بجولة تفقدية لمنطقة عجيبة للوقوف على أعمال التطوير والتحديث التي تتم بالمنطقة لجعلها المنطقة السياحية اللائقة بجذب السياحة العالمية والداخلية على حد سواء، لتوفير الخدمات الضرورية بها والتي تهم كل من يفد إليها. وأكد محافظ مطروح على ضرورة توافق أعمال التطوير للهضبة مع طبيعتها البيئية والسياحية بما لا يؤثر عليها كمنطقة جذب سياحي. وقد صدق سيادته على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة قبدان ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة وصولا لهضبة عجيبة بتكلفة تتجاوز 5 ملايين جنيه. في الإسكندرية قامت قوات أمن الإسكندرية مدعومة بقوات الأمن المركزي وعناصر التأمين من رجال الصاعقة والشرطة العسكرية بالقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرافق، قامت بحملة موسعة لإزالة 33 عقارا مخالفا داخل أراضي المزرعة التعليمية المملوكة لمدرسة الرأس السوداء الزراعية والتابعة لهيئة الأبنية التعليمية المصرية على مساحة 28 فدانا بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، والتي قام عدد من المتعدين بالاستيلاء عليها والبناء عليها عقب أحداث ثورة 25 من يناير من عام 2011 امتدادا للفترة التي تلت ذلك، حيث تم وضع الخطة الأمنية المكثفة بموافقة اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية وبأخذ رأي الأجهزة التنفيذية في المحافظة لتحقيق الصالح العام. استشهد اليوم رقيب شرطة ضيف عبد ربه ظهر اليوم عقب خروجه بمتهم من قسم شرطة سيدي جابر إلى قسم شرطة المنتزه ثان، وذلك عقب تلقي رصاصة غدر في الرأس. وتعمل قوات الأمن حاليا على مطاردة المتهمين بالواقعة.
تمكنت مديرية أمن مطروح من القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بمنطقة علم روم بمحافظة مطروح، حيث تم ضبطه وبمسكنه وبحوزته 37 طلقة من عيار 12 محلية الصنع و13 طلقة خرطوش أجنبية الصنع وأقراص عقار ترامادول المخدر وبندقية خرطوش وصواعق كهربائية. وبمواجهته اعترف بحيازته للطلقات والصواعق المحظورة بقصد الاتجار والأقراص المخدرة بقصد التعاطي. هذا ويجري الآن العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وعلى جانب آخر، وفي نطاق المتابعة الحالية الأمنية بمنفذ السلوم البري، تم اليوم الثلاثاء فتح المنفذ أمام حركة سفر الشاحنة للجانب الليبي بناء على طلب السلطات الليبية بالتنسيق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمحافظة مطروح. وهذا هو ما لدينا في هذه النشرة الإخبارية. بعد النشرة نتابع الحديث والحدث مع راهن ومستجد الأحداث في الإسكندرية والبحيرة ومطروح وعلى أرض مصر كافة والإسكندرية اليوم. السلام عليكم. في مؤتمر جماهيري عقد بالإسكندرية بنادي الاتحاد السكندري، تحدثت السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن رغبة المجلس في دعم المرأة المصرية بصفة خاصة من سن 25 عاما إلى سن 35 عاما من راغبات الترشح لخدمة أبناء دوائرهن على أرض مصر في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وهذا الدعم يتمثل مبدئيا في دفع التأمين القانوني الخاص باستيفاء أوراق الترشح لمجلس الشعب أو للبرلمان المصري مجلس النواب كما استقر على التسمية بعد إقرار قانون الدوائر الانتخابية. عقد المؤتمر بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية واللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة. نتابع مجريات الحدث بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء ودعم المرأة المصرية. نتابع. كان كل واحد عاوز يتعلم تاريخ فلسفه يجي اسكندريه قبل ما اوروبا كلها حاجات كده عندها جامعات زي امريكا ما كانتش موجوده فكانوا اصحاب حضاره وعلمت ناس كتير وحضارات كتير فلازم تكونوا فخورين بنفسكم. النهارده احنا موجودين مع بعض عشان دور المرأة المصرية في الانتخابات القادمة البرلمان. المرأة المصرية عمل رائع في الثورات خلال ال3-4 سنين اللي فاتت وعلت صوتها ودافعت عن وطنها
وكانت مشرفة وأنجحت الدستور والانتخابات بالرئاسة. فبنحيي المرأة المصرية. Good evening. The news from Alexandria Channel. Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi met with the Chinese President in Beijing within his visit to China, which started yesterday. El-Sisi talked about the Egyptian-Chinese good relations and that China is Egypt's fifth largest trading power. Among the projects and investment deals, 25 agreements were signed, mainly in energy and transport fields. He is also holding meetings with the Chinese private sector and 25 tourism companies, and also with university heads for bilateral talks. Chairman of the Women National Council, Ambassador Mervat Al-Tilawi, attended this morning the conference held in Al-Ittihad Al-Sakandari covered hall on the women's participation in the coming parliamentary elections. She stated that the council will support the women candidates who cannot afford paying the elections insurance fees. Attending were Dr. Rafat Quzman, Chancellor of Prime Minister, Alexandria Governor Mr. Tariq Mahdi, and Bahira Governor Engineer Mustafa Hadhoud. The Faculty of Arts, Damanhur University organized a cultural symposium under the auspices of States Mufti and Bahira Governor Mr. Mustafa Hadhoud. The symposium tackled the value of Islam as being the religion which rejects violence and terrorism and calls for grace and contribution. The Mufti also answered the students' inquiries and questions about the concept of freedom and commitment to ethics and traditions. Attending were Dr. Hatem Salahuddin, the university president, Dr. Magdi Khalil, his deputy, and members of the teaching staff. Matruh Governor Mr. Badr Zantawi paid a tour to Agiba area to inspect the renovation process implemented in this touristic area. The governor gave recommendations to protect its natural outlook and accomplish the first stage of the development plan, which costs 5 million Egyptian pounds. The security troops in Alexandria, in cooperation with the armed forces, organized a campaign to eliminate 33 violating buildings at the Ras Al-Souda area. This came within the plan of the executive bodies in the governorate to protect the state and personal lands and curb all kinds of violations. A police officer was killed this morning in front of Sidi Gaber police station while transferring an accused from the police station to Muntaza police station. He was shot in the head. His name is Daif Abdurrahman. Matruh Security Directorate succeeded in arresting a businessman in Matruh at his house. He was accused of attaining weapons, bullets, tramadol drugs, and other kinds of weapons. He confessed his possession of the adjusted items for trading purposes. And to end the news bulletin, here's a report on tomorrow's weather. Cold weather prevails during daytime, turning very cold at night within the presence of low and medium clouds. The sea is moderately high and wave height ranges from 1.5 to 2 meters. Wind direction is northwest at speed ranging from 15 to 30 kilometers per hour, while visibility extends from 6 to 10 kilometers. Expected temperatures for tomorrow: Alexandria Hive 19, a low of 12, Bahira 20, 11, and finally Matruh Hive 18 and a low of 11. Well, this is the news for today. We'll be on air again tomorrow for more news in English from Alexandria Channel. Till we meet you then, have our best wishes. And now back to Alex Today program and my colleague Mohammed Al-Ashqar. Thank you.
والتقدير للزميلة غادة الطويل، والتي تابعنا معها النشرة الإخبارية بلغتها الإنجليزية. الوطن والمواطنة هو عنوان وشعار المؤتمر، والذي انعقد بنقابة المهندسين بالإسكندرية بمشاركة حافلة من بيت العائلة وهيئة الأوقاف المصرية والكنيسة المصرية والأزهر الشريف، تحت رعاية ومشاركة من محافظ الإسكندرية. نتابع هذه الصيغة للوطن والمواطنة من خلال تواجد الزميل إبراهيم خليفة وأحداث وفعاليات الحدث. داخل مؤتمر الوطن والمواطنة والمبادرة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ببيت العائلة والحفاظ على أمن مصر واستقرارها نسيج واحد مسلمين وأقباط. من هذا المنطلق بنرحب بسيادتك الأول فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يعني بنرحب بسيادتك وبنقول المؤتمر والوطن والمواطنة. المؤتمر اللي احنا بنحضره الليلة هو مؤتمر تحت رعاية السيد محافظ الإسكندرية ومشيخة الأزهر وبيت العائلة المصرية تحت مسمى الوطن والمواطنة. هي ضمن فعاليات بيت العائلة المصرية من أجل جمع شمل الأسرة المصرية الواحدة والتعريف بقيمة الوطن ومدى حب الإنسان لوطنه ووجوب أن يعطي الإنسان لوطنه كما يأخذ منه، وأن المواطنة عطاء وأخذ، فكما أن للإنسان حق المواطنة والإقامة في هذه البلاد والتمتع بخيراتها ومطالبته بحقوقه، فإن عليه لهذا الوطن أيضا حقوق وواجبات، وهي وجوب الدفاع عنه والمحافظة عليه والمحافظة على مقوماته من أجل أن تمر بلادنا بسلام، تتميما لما هي فيه الآن من نعمة الأمن والأمان. وإن شاء الله بلادنا لن تضام ولن تضار، لأنها بلاد محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. سيادتك تكلمت من خلال المؤتمر عن دور وزارة الأوقاف لمواجهة الفكر والإرهاب الفكري والوسطية لدى الشباب. وطبعا وزارة الأوقاف بدورها الدعوي من خلال منابر جميع المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية والدور المنوط بها، بتقوم الوزارة بمحاربة هذه الأفكار من خلال الندوات ومن خلال تدريب الأئمة ومن خلال موضوعات الخطبة الموحدة بتعدد معرفة فريق فني من الأساتذة جامعة الأزهر المتخصصين وعلماء الأوقاف تحت إشراف معالي الدكتور الوزير، بتحاول ان هي تنمي الوعي لدى الائمه لتوعيه الشباب، ولها دور بارز. واحنا في الاسكندريه بالذات بدانا منذ شهرين بروتوكول تعاون بين وزاره الاوقاف او مديريه الاوقاف وجامعه الاسكندريه، ولنا ائمه يدرسون للطلاب في تجمعات في السكن في مدينه الجمعيه للبنين والبنات بالشاطبي وبسموحه، بكل مكان 3 محاضرات اسبوعيا لتوعية الشباب، وبتلاقي إقبال كبير جدا من الطلبة والطالبات، والجامعة بتثني على هذا، وكان له دور فعال وإيجابي في تهدئة الأوضاع داخل الجامعة وداخل المدن الجامعية. فوزارة الأوقاف ده دورها المنوط بها في حمل رسالة الإسلام الوسطي وتبليغها للناس من خلال منابرها ومن خلال علمائها ومن خلال مجلس أعلى الشؤون الإسلامية وما يصدر عنها من مجلات. واخيرا كان الصالون الثقافي لوزارة الاوقاف الذي بدأ منذ اسبوعين يعقد في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية.
messieurs, bonsoir. De la chaîne d'Alexandrie, je vous présente le journal télévisé. Le président égyptien et son homologue chinois ont signé un accord de partenariat stratégique et global. Le président Abdel Fattah el-Sisi, en outre, a adressé une invitation à son homologue chinois pour visiter l'Égypte et l'a remercié pour son hospitalité. Sisi avait promis lors de son allocution prononcée au Forum des hommes d'affaires de participer à l'initiative de réanimation de la route Tahrir lancée par le président chinois Xi Jinping. Il a d'ailleurs souligné que le projet du nouveau canal de Suez aura une grande importance pour cette initiative. Par ailleurs, le président de la République Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec les recteurs des universités et les présidents des centres de recherche chinois. Le chef de l'État a parlé lors de la réunion de l'importance du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement. Il est à noter que le recteur de l'université de Pékin avait visité le chef de l'État dans sa résidence et avait parlé avec lui de la profondeur des relations égypto-chinoises. Il a également évoqué l'expérience réussie de coopération avec l'Université de Canal de Suez dans le domaine de développement de la chaîne Nil pour l'enseignement. La présidente du Conseil national de la femme, l'ambassadrice Mervat Al-Talawi, a déclaré lors de la conférence tenue au club L'Union, l'Ittihad, que le Conseil paiera des frais de la participation aux élections pour les candidats qui n'auront pas les moyens. Cette décision a pour but de renforcer la présidence de la femme au Parlement, a-t-elle ajouté. Ont assisté à la conférence le gouverneur de Beira, le général Mustafa Hadhoud, et nombre de dirigeants. Le mufti de la République, le Dr Chaoui Allem, a affirmé lors de colloques organisés à l'université de Damanhour l'importance de la compréhension correcte de l'islam. L'islam est une religion modérée basée sur la science, la miséricorde, a-t-il ajouté et poursuivi. Le gouverneur de Beira, le général Mustafa Hadhoud, a de son côté parlé des efforts déployés, du développement déployé dans les différents secteurs. Ont assisté au colloque le recteur de l'université, Dr Hatim Salaheddin, et les doyens des différentes facultés. Matouh. Le gouverneur de Matouh, le général Badr Tantawi, s'est rendu à la région du plateau de Agiba pour inspecter les travaux de développement qui y sont en cours. Au cours de la visite, Tantawi a insisté à ce que les travaux du développement correspondent aux normes touristiques et répondent aux besoins des estivants. Les forces de l'ordre d'Alexandrie, soutenues par celles de la sécurité centrale de la police militaire, ont mené une campagne élargie pour éliminer 33 bâtiments contrevenants construits dans une ferme appartenant à l'école de Ras Souda pour l'agronomie. Dès lors, des hors-loi avaient occupé par force cette ferme à la suite des événements du 25 janvier 2011 et ont construit des bâtiments. La direction de la sécurité et les organes exécutifs au gouvernorat d'Alexandrie ont alors élaboré un plan sécuritaire afin de restaurer les terrains et d'assurer le retour du processus éducatif au normal. L'officier de police Deifa Abdelrabou a trouvé aujourd'hui la mort par des balles à sa sortie du poste de police de Sidi Keber. Des inconnus ont tiré sur sa tête et pris fuite. Les forces de police intensifient leurs efforts afin d'arrêter les coupables. La direction de sécurité de Matouh a arrêté un propriétaire de l'une des entreprises d'importation et d'exportation en possession de 37 balles de calibre, 12-13 cartouches et des stupéfiants. Par confrontation, l'accusé a avoué la possession des objets trouvés et a été déféré au parquet pour l'enquête. Matouh. D'autre côté, dans le cadre des situations sécuritaires, le terminal terrestre de Saloum a été réouvert aujourd'hui devant les passages des camions en destination de la Libye. Cette décision a été prise suite à une demande présentée du côté libyen, a été appris d'après nos sources. Et enfin, chers spectateurs, météo. Les météorologues prévoient pour demain un temps modéré le jour, voire la nuit. Le vent soufflera du nord-ouest à une vitesse qui ne dépassera pas 30 km/h. La mer sera agitée, hauteur de vague variera entre 2 mètres et 3 mètres. Durée de visibilité horizontale atteindra les 10 km. Durée de température pour demain, Alexandrie maximum 19 12,
Behira 20 11 et enfin Matrouf Maxon 18 minimum 11. Fin notre journal télévisé avec les meilleurs vœux de l'équipe ça. Merci, bonne soirée. Retour mon collègue Mohamed Lashkar. Merci Angela. الشكر والتحية لزميلة إنجي ماهر والتي تابعناها تقدمة لنشرة الإخبارية بلغتها الفرنسية. السيدة والسادة، زميل إبراهيم خليفة عاد متابعا لمؤتمر الوطن والمواطنة في لحظة الحصول على التوصيات ليوافينا بها، فلنتابع. داخل مؤتمر الوطن والمواطنه بنلتقي بالاستاذه لبنى محمد، يعني رئيس المؤتمر وامين عام المؤتمر ومقرر المؤتمر ايضا. نتكلم عن اهداف المؤتمر واهم توصيات مؤتمر الوطن والمواطنه. والله اهم التوصيات الوحده الوطنيه، وان ما حدش يقدر يفرقنا ابدا. دي اللي احنا بنقول نبقوا ايد واحده ونبقوا تملي على قلب واحد ومحدش يقدر يفرق بينا. واللي هنطلع منه من التوصيات ان احنا تملي بنطالب بالمساواة ما بين الأقباط والمسلمين، ونبقى كلنا ايد واحدة. منطلق بيت العائلة مسلمين أقباط والحفاظ على نسيج الوطن الواحد. ومش عايزين تفكك، يعني احنا عايزين نبقى كلنا ايد واحدة زي ما حضرتك بتشوف كده، نبقوا مدعمين للرئيس وللجيش والشرطة، ونبقى كلنا يعني مصريين، مفيش حاجة اسمها حاجة تفرقنا ما بين بعضنا. ده اللي انا اهدف ليه، اللي هو الوطن والمواطنه، يعني المؤتمر الوحده الوطنيه بينا. المؤتمر جه يعني في وقت احنا كلنا محتاجينه فعلا، لان حضرتك زي ما انت بتشوف ساعات كده يطلعوا لك فيديوهات بتقول ان الجيش بيشككوا في الجيش وبيشككوا في المسلم، بيشككوا في كل حاجه بيشككوا فيها. فاحنا متحدين ان الناس تتجمع، ما فيش حاجه تفككنا ولا تفك ايدينا من بعض، لازم كلنا نبقى ايد واحده. هدف المؤتمر دوت توحيد الصف والتكاتف والوحده الوطنيه من اجل تصدي الارهاب وبنهضه الارهاب في مصر. كل ده احنا بنشجب الارهاب، فاحنا لما نتحد كلنا مع بعض مش هيبقى في ارهاب، هتبقى ايدينا ايد واحده مع الشرطه مع الجيش، الناس اللي كل يوم بتموت. فاحنا لازم كلنا نتحد، ما نتفككوش من بعض، عشان ده اللي احنا بنطالب بيه، اللي هي الوحده الوطنيه بيننا وبين بعض. نلتقي بالقس بولس عوض ممثل الكنيسة من مؤتمر الوطن والمواطنة. يعني بعد الترحيب بسيادتك نتكلم عن المؤتمر الوطن والمواطنة، نتكلم ان احنا يعني داخلين على عام 2015، اتمنى انه يكون عام سلام ومحبة لكل المصريين. نتكلم يعني عن دور حضرتك في هذا المؤتمر. هو الحقيقة بدعوة كريمة من الأستاذة لبنى تحت رعاية السيد المحافظ اسكندرية ومجموعة من الأزهر ووزارة الأوقاف. الحقيقة احنا جينا ككنيسة القبطية المصرية عشان نقدم مشاركة، واحنا طبعا المواطنة ده شيء مهم وضرورة. احنا كلنا المفروض عايشين على أرض مصرنا الحبيبة كمواطنين، دورنا دور إيجابي، المفروض ان احنا بناخد دور الإيجابي في العمل بحيث ان احنا كلنا نشارك في البناء أجل مصر أفضل، أجل حياة فيها مشاركة، فيها فعالية، فيها تضامن، فيها وحدة واحدة. المفروض ان احنا كلنا فريق واحد، كلنا روح واحد، ايا كانت انتماءاتنا الدينية، ولكن احنا طالما وجودنا على ارض مصر فاحنا كلنا مصريين. الحقيقة المؤتمر فعالياته جميلة جدا، الكلمات اللي اتقالت فيه من فضيلة وكيل وزارة الاوقاف وبعض الضيوف الموجودين كلها كلمات رائعة بتحسنا كلنا عن احنا مصر تحتاج مننا مزيد من الجهد، من العرق. بنحفز شبابنا ازاي يحافظ على نسيج الواحد للوطن،
ازاي ما حدش يدخل في وسطينا احنا كمصريين ولا يحاول يعمل فتنه بينا، لكن دورنا ان احنا ازاي نكون عندنا الثقافه والروح الواحد والفكر الواحد، ازاي نساهم ان احنا كلنا نساهم في بناء. اتمنى الدور اللي بتسهم بيه الكنيسه ان شاء الله في المرحله القادمه. الحقيقه دور الكنيسه واضح، ممثله في رئاسه الكنيسه، وكل المصريين قد ايه شافوا التضحيات اللي قدمتها الكنيسه، وقد ايه كان قداسه البابا حريص في كل محفل بيظهر فيه ويؤكد على المواطنه ويؤكد ان احنا مواطنين مصريين واحنا لينا دور ايجابي في الوطن. احنا ان شاء الله الحفاظ على نسيج امن مصر ونسيج واحد مسلمين واقباط ان شاء الله. ده اللي احنا بنتمناه في 2015، وبقول لكل المصريين كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله نهايه سنه وبدايه سنه جديده، سنه سعيده على كل واحد مصري، سنه فيها بنعمل من اجل الخير، بنعمل من اجل مصر، بنعمل من اجل المحبه، من اجل ترسيخ قيم ومبادئ مشتركه، من اجل تفعيل دور المواطنه في حياتنا كلنا كمصريين. كما بدأنا أعزائي بأهم ما مضى من أحداث في عام أوشك على الرحيل، كذلك تتمة لهذه الجولة الإخبارية نتابع مع المواطن وجولة الزميل إبراهيم خليفة الأمنيات التي نعلقها على نافذة عام 2015. كل عام أنتم بخير. نتابع هذه الأمنيات كما يرصدها المواطن. أيام قليلة سنودع عام 2014 بكل الإيجابيات والسلبيات ونستقبل عام 2015. أتمنى أن يكون عام الخير والأمل والتفاؤل، عام يسود الحب والهدوء والطمأنينة. حول هذا الموضوع نلتقي بالمواطنين وأمنيات العام الجديد. أمنياتك إيه للعام الجديد وأمنياتك إيه لمصر؟ والله أنا عايز كل خير لمصر وللشعب المصري، يعني يحبوا بعض ويبعدوا عن اللي بيحصل، يعني الواحد زعلان على اللي بيحصل. تتمنى ايه يتحقق في 2015 ان شاء الله؟ الخير لمصر يا رب. مصر اللي تكون احسن وان شاء الله مستوى احسن ان شاء الله، واتمنى ان كلنا نحب بعضنا ومصر تبقى في خير في خير كتير ان شاء الله. طيب اتمنى ان هو يكون يعني عام سعيد على مصر وعلى الامه الاسلاميه كلها وعلى كل الناس، وان شاء الله مصر تتغير للاحسن، وكل اللي ما تحققش في 2014 نقدر نحققه في 2015. من الامن، عايزين الامن يرجع تاني، عايزين الناس تهدى شويه، عايزين الناس تسيب البلد تشتغل، البلد تتقدم. الحمد لله اليومين دول الاحوال هاديه ومستقره، عايزين ده يستمر، عايزين ده يكمل للاخر، مش عايزين بقى كل شويه حد يطلع باي حاجه جديده يعطل المسيره اللي ماشيه في البلد. عايزين الطلبه تهدى شويه، المظاهرات اللي في الجامعات، المدارس، عايزين الناس كلها تهدى عشان البلد تتقدم وتشتغل اكتر. يعني انا بالنسبه يعني امنياتي الشخصيه ان انا اكون احسن يعني في شغلي وفي عملي وفي بيتي وكده، وبالنسبه طبعا لمصر عايزه تبقى احسن من كده بكتير. يعني ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل وطني وكويس وشغال كويس والناس في ظهره. في طبعا بعض الناس في معارضه وكده، بس طبعا في ناس واقفه جنبه جامد وناس كتير واقفه معاه، واحنا عايزين بلدنا تبقى احسن. يعني اهم حاجه يعني بلدنا تبقى احسن، كل ما بلدنا تبقى احسن كل ما احنا كلنا هنبقى احسن. اتمنى ان شاء الله باذن الله ما يكونش في مشاكل والبلد انها تعدي بخير، وتكون في حاجات كويسه في البلد وانتاجات كويسه، ونكون مجتمع مع بعضينا دايما، ما تحصلش مشاكل او فرقه ما بيننا وما بين اي حد تاني. بس يعني ايه اللي ما اتحققش في 2014 انت بتتمنيه يتحقق في 2015؟ التعاون، نفسي نكون متعاونين، ما يكونش فيش ما بيننا وما بين اي حد تاني مشاكل او كده، هي التعاون. ان شاء الله عايزاها تبقى في تقدم والازدهار، وعايزه ان شاء الله ان كل الشباب ده يشتغل، والبطاله والناس الغلابه دي كلها تبقى كويسه ومرتاحه، وعايزه يبقى في حياه كريمه للناس كلها. ايه اللي ما اتحققش في 2014 تتمنوه يتحقق في 2015 ان شاء الله؟ اللي ما اتحققش في 2014 فبتمنى ان هو يتحقق دلوقتي. طبعا احنا كنا عايشين في رعب وتطرف وارهاب وكده، فعايزين كل ده ربنا يعني ينينا منه. انا امنياتي لمصر اللي تبقى احسن من جميع دول العالم. مصر ديت
فيها شباب مفكر وفيها شباب حلو وفيها اساتذه وناس محترمه وايادي محترمه، ايادي طاهره. مصر دي ام الدنيا. انا بتمنى من الله عز وجل، احنا حاربنا الارهاب بس نحارب الفساد اللي مستقر، اللي هو ما خلصش في 2014 يخلص في 2015، اللي جميع الشركات العامه تبقى شغاله والاقي اخويا واخوك وجميع اخواتي الشباب كلهم اللي يبقوا شغالين، كل واحد كل انسه يكون في بيتها محترمه، ربنا يوسع عليهم. انا بتمنى من ربنا اللي مصر تبقى احلى من جميع دول العالم. مصر دي بلدنا. احنا السيد الرئيس راح زياره الصين، ربنا يوفقه ويوفقه في جميع دول العالم كلها، وراح نيويورك هز العالم كله. الرئيس السيسي الراجل القائد الاعلى للقوات المسلحه، راجل كفاءه، هو اللي حمانا في 30 يونيو، والحامي هو الله برضه نمره واحد، وهو مصر ربنا حافظها في القران. فاحنا عندنا ناس عباقره وايادي نضيفه طاهره ياما في مصر. احنا عايزين نوحد ايدينا في ايد بعضينا كلنا، عشان مصر دي لازم بايدينا احنا كلنا. اسال الله عز وجل ان يوحد صفنا ويجمع شملنا ويهبنا الأمن والسلام والاستقرار، ويجعلنا كما أرادنا خير أمة أخرجت للناس. نتمنى عام 2015 يكون عام الأمل، عام السعادة، عام الحب والرخاء، عام الطمأنينة، عام يسود الهدوء، عام يعني نحقق فيه كل إنجازات لمصر والمصريين. تحيا مصر دائما، وتحياتي إبراهيم خليفة، الإسكندرية. أعزائي، في مثل هذا اليوم منذ 58 عاما من الزمان مضت، كانت وقفة مصرية على أرض رباط مصر في بورسعيد، في السويس، في الإسماعيلية. كانت وقفة مصرية أمام الاعتداء الغاشم والبقايا الاستعمارية العسكرية للإمبراطوريات التي كانت في وقتها وللجار المعتدي، فاعتدى علينا ما كان في وقتها ماثلا في هذه المنطقة من رباط مصر، المملكة التي كان لا يغيب عنها الشمس، بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، كانوا ثلاثتهم بقدهم وقضيدهم في اعتداء على مصر. لم تكن مصر بذات السلاح ولا بذات التكافؤ في القوة العسكرية، لكنها كانت أكثر منهم قوة بتمسكها بحب هذا الوطن، ومن قبل ذلك بإخلاصها لله وطلبها لعونه ومدده والشهادة التي نحتسب كل من ذهب إلى جوار ربه عليها بإذن الله. وكانت البطولات المصرية في هذه اللحظات التي دعت العالم بأسره أن يقف إلى جانب مصر، والتي كانت تبدو هي الطرف الأضعف، لكنها كانت هي الطرف الأكثر تماسك والأكثر بسالة والأكثر ردا على هذا العدوان الغاشم، بل والأكثر إيلاما لهذا العدوان الذي جاء إلى أرض مصر. فلم يكن أبناء بورسعيد من المسلحين بالسلاح المكافئ لما كان، فبماذا قضموا الدبابات إلا بأفواههم وبأيديهم العارية وبصدورهم المجردة من كل حماية. التهموا المعتدي، التهموه والتهموا أسلحته ببسالتهم وشجاعتهم وفدائهم لهذا الوطن. فاليوم بماذا تحتفل مصر؟ تضييق الحدث والحديث والتفريط فيه أن نقول أن بورسعيد تحتفل بعيدها القومي. لا وألف لا، فمصر بأسرها تحتفل بيوم نصرها، بيوم عزتها. ربما في جردة العسكرية لا يحتسب ذلك نصرا، لكنه يحتسب صمودا، لكنه في جانب السياسة وفي جانب الحضارة وفي جانب الوطنية انتصرت الحضارة على قوى القهر والظلام والاستعباد والاستعمار المتمثلة في وقتها، ولا زالت إلى حد بعيد، لكنها في وقتها تمثلت قوى الاستعمار والاستبداد والظلمة والظلم في إنجلترا وجيوشها وفرنسا وجيوشها وإسرائيل المعتدية بعصاباتها في ذاك الوقت وجيوشها. كان هذا هو الاعتداء
هو الاعتداء على مصر، وكانت البسالة التي لم يكفيها عنوان لواحد من الفدائيين ولا لواحد من الأبطال، لكنها كانت مصر والتي وقفت فيها الدنيا إلى جانب مصر وإلى جانب الزعامة العالمية الإنسانية. عبد الناصر وقفت إلى جواره أمام هذا الظلم والظلمة، لكنها لم تقف إلا لوقفة المصريين الباسلة صدا لهذا العدوان، بل دحرا لهذا العدوان الذي رحل خائبا كما غنى وتغنى الشعب المصري وليس عبد الحليم حافظ فقط. دمتم بالخير وعلى الخير في يوم النصر، دمتم في عزة وفي نصر. وفي هذا اليوم كما وقفت معنا الصين قديما في وقتها بعد أن وقفت معها مصر وقفة عظيمة استطاعت أن تستعيد بها الصين مقعدها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، كان لمصر الوقفة العظيمة التي لن تنساها الصين أبدا أبدا ما حياة. وقفت معنا في عام 56، والآن نحن في وقفة شراكة استراتيجية الند بالند. دمتم بالخير وعلى الخير، والسلام عليكم.